أنا ليس لي أغراض انتخابية. مكتبي مفتوح لأي حد في 24 ساعة تحت الأمر. علاء محمود ضيف الله يغير ولا يتغير. بس علاء، يعني لو حابب أعمق فكري أنا شوية وأكبر معلوماتي عن الموضوع، لو هتعطيني نبذة من أعمالك للشباب والمدمنين بس، يعني اديني أمثلة فيها كده وكان من إمتى تقريبا؟ الحمد لله أنا النهاردة متبني حالات من المدمنين يتعدوا 37 حالة تقريبا، بين مصحات خيرية، والمصحات الحمد لله كلها على حسابي الشخصي، علاج وملابس ورعاية وأكل وشرب ورعاية كاملة للمدمنين. فيهم الحمد لله كتير عدوا فترة الانسحاب وبقوا الحمد لله في إفاقة كاملة. تمام. لله الحمد، الحالات بدأت بتدينا حالات كتير. تمام. إن شاء الله بإذن الله بتنسيق إن أنا هاخد مكان خاص ليا، هيبقى مصحة لعلاج الإدمان في غرب الإسكندرية إن شاء الله. مكان خاص بحضرتك؟ إن شاء الله. الله إن شاء أكبر. الله. وخلال أيوة. اليومين دول هيتم الإعلان عنه. على فكرة هتبقى أفضل وهتوفر كتير جدا، بدل ما بتاخد الشباب وتضمن مصحات. لا، هيبقى حتى حاجة بس هيبقى تحت مظلة الدولة برضه. أيوة طبعا، لأن الموضوع كبير برضه يا أستاذ ياسر، فلازم يكون تحت مظلة الدولة ورعاية أمنية ورعاية من وزارة الصحة. تمام. أنا لي إن أنا أوفر المكان وأوفر الدكاترة على حسابي.